سامعك يا اللي هناك بتقول اجازه ايه وايه العبط اللي انتوا بتقولوه ده، انا ما عنديش وقت اسمع الفيديو، انا عايز اجيب مجموع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ معاكم يوسف عبد الرحيم من قناه بوزيتيف انرجي. عاملين ايه يا شباب ثانويه عامه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. من المغالطات اللي بتحصل كتير للطلاب اللي في ثانويه عامه ان هم بينسوا ياخدوا اجازه اصلا، او بيفكر ان الاجازه دي مضيعه للوقت. وخليني هنا اقول لك بقى مثال جميل. انت دلوقتي معاك عربيتك ومسافر من محافظه لمحافظه تانية، وقمت داخل راكب عربيتك الجميلة بعد ما اتأكدت ان العربية جاهزة للشغل وحطيت فيها بنزين وتمام وكل حاجة جاهزة للانطلاق، ودورت العربية وابتديت تمشي في طريقك. بعد ما بتقطع نص الطريق مثلا او على حسب طول الطريق، بتيجي عند نقطة معينة العربية بتحسها بتبتدي تسخن منك. عارف بقى اول حاجة بتفكر فيها اول ما بتحس ان العربية ابتدت تسخن منك هي ايه؟ ايوه بالظبط، ان انت توقف وتركن على جنب. انت هنا ركنت العربيه على جنب عشان تريحها شويه من السخونيه، وانت هنا بعد ما ركنت العربيه وخليتها تستريح دخلت ركبتها تاني وابتديت ترجع تاني لطريقك. انت هنا مش بتفكر ان الراحه دي او الوقت ده ان هو حاجه هتضيع وقتك ولا حاجه، بالعكس انت في الوقت ده بتبقى شايف ان دي حاجه ضروريه، ان لازم توقف العربيه وتركن تخليها تريح شويه عشان تعرف تكمل بيها بعدين. ولو فضلت مكمل عشان تلحق المشوار ده او عشان ما تتاخرش، العربيه ممكن تعطل منك وما توصلكش اساسا، وساعتها هتكون ما وصلتش لحاجه عشان انت ما عرفتش تروح المحافظه التانيه بسبب ان العربيه عطلت منك. وبما احنا في مثال العربيات بتوع السباق اللي بياخدوا راوند، دول اللي بيفضلوا يلفوا كام لفه، مثلا 500 لفه 600 لفه، هو عمره ما بياخدهم دايركت، هو لازم يروح مركز الصيانه تمام اللي بيبقى موجود في الحلبة، يغير الكاوتشات، يحط زيت، يعمل اللي يعمله، وبعد كده يرجع تاني. هو الوقت ده مش شايفه ان هو هيعطله. لو هو طلع الاول مش هيقول لك انا لا انا مش هركن اغير مثلا صيانه للعربيه او اغير الكاوتشات عشان انا الحق افضل الاول او افضل مستمر الاول. هو عارف وواثق ان هو لو ما دخلش عمل الحاجه دي عمره ما هيقدر يكمل بالعربيه باقي السباق. ده بالظبط اللي عايز اقوله لك يا صديقي. انت كمان ماشي في طريق طويل، ولو استهونت باللي انت فيه وقلت لا انا مش هاخد اجازه، سواء بقى كانت ايه اسبابك، عشان انا حاسس ان انا لسه ما تعبتش، او خايف انك تتاخر، او مش عايز حاجه تفوتك، وصدقني غصب عنك هيجي وقت وهتوقف، وساعتها بدل ما هتكون وقفه ايجابيه هتكون القشه التي قسمت ظهر البعير. فانت لازم تدي لنفسك راحه حتى لو بسيطه، وخصوصا انك طول عمرك بتعمل كده. طول عمرك عندك ترمين، بتخلص الاول وبعد كده بتاخد راحه وبعد كده بتدخل على التاني. انت كده كده متعود على ده ودماغك متعوده على ده، الا في ثانويه عامه مفيش الموضوع ده. الحلو في الموضوع ومخليني اعمل الفيديو في الوقت ده ان ده وقت اجازه نص السنه اساسا وكله اخد اجازه، فخلاص انت كده احنا اقتنعنا واثبتت لك ان انت لازم تاخد اجازه، لازم تاخد اجازه بجد، ما تفضلش طول الترم ماشي من غير اجازه. تعالى بقى نرتبه الاجازه سوا. بص بقى خلي بالك، انا الفتره دي عايزك تستغلها اكتر استغلال، مش عايزك تضيع الفتره دي باي صوره كان، سواء في اجازه او سواء هتلمه اللي فاتنا. تعال اقول لك تعمل ايه. الناس دلوقتي اللي هتاخد اجازه هم نوعين. النوع الاول، والنوع ده بيبقى قليل، واحد مخلص كل اللي وراه ومش مراكم عليه حاجه من اول السنه، اول باول بيخلص اللي وراه، مخلص دروسه وحالل وعامل كل حاجه. الراجل ده من اول الترم وهو شغال، الناس اللي هي بتبقى داخله متحمسه ولحد دلوقتي ما تعبش، ما راكمش حاجه عليه، ما سابش حاجه وراه. الشخص ده او الناس دول عايزهم ياخدوا راحه كامله، انا عايزهم ينسوا ان هم في ثانويه عامه. يعني لو ليهم اسبوع اجازه انا عايزهم ياخدوا الاسبوع ده كله اجازه، وما يقولش لا وما يكابرش، ياخد الاسبوع كامل اجازه. طب ولو اكتر من اسبوع؟ لا، لو اكتر من اسبوع خد اسبوع اجازه، انسى ان انت في ثانويه عامه واعمل اللي انت عايزه كله، والاسبوع التاني ممكن تبتدي تحل فيه، تراجع فيه، تبص على الحاجات اللي انت كنت ضعيف فيها. بس لو اسبوع خده كله اجازه. ليه؟ عشان بما انك قدرت تكمل الفتره دي كلها دايركت وبسم الله ما شاء الله عليك كنت مخلص اللي وراك، تاخد راحه محترمه تنسيك اساسا ان انت كنت بتعمل حاجه، ترجع اكنك داخل ترم جديد وبرضه تعرف تعمل فيه اللي انت عملته الترم اللي فات، عشان لما ترجع تقدر تكمل اللي انت كنت فيه. طيب تاني فئة بقى هتاخد اجازة، هي الفئة اللي يعتبر 90% من اللي في ثانوية عامة فيها دلوقتي، اللي هم طبعا الناس متراكم عليهم حاجات ومتأخر عليهم حاجات، هم دول. والاجازه هرتبها لك ان هي تساعدك في الاجازه ان انت تاخد اجازه، وتساعدك في ان انت تلم اللي فات، وبرده لازم تاخد اجازه حتى لو كان طول الترم اللي فات دول او الخمس ست شهور اللي فاتوا دول عمال تلعب، برده لازم تاخد اجازه مفصليه. حتى بقول لك لو الست شهور بتلعب لازم تاخد اجازه مفصليه في النص. ليه بقى؟ عشان الاجازه دي هتبقى بمثابه انطلاقه لترم جديد واهداف جديده، وان انت ترتب نفسك، وبرده ان الوقت ده كله اخد اجازه، فهتعرف تاخد اجازه بجد، مش هتاخد اجازه والناس بتدرس، مش هتاخد اجازه واصحابك اللي معاك بيذاكروا وانت اخد اجازه مع نفسك. طيب اعمل ايه بقى لو فايتني كتير؟ اولا عشان تاخد اجازه وتعرف تستمتع لو انت متراكم عليك حاجات كتير، فانا عايزك مثلا لو انت عندك اسبوع اجازه، اول 4 ايام في الاسبوع ما تاخدش ال4 ايام دول اجازه، بالعكس انا عايزك تاخد ال4 ايام دول ان انت تعمل جدول لنفسك وترتب اولوياتك والحاجات اللي متراكمه عليك وتبتدي تشتغل فيها ال4 ايام دول.
وهيتبقى لنا 3 ايام من الاسبوع مثلا، هقول لك تعمل فيهم ايه برضه. بس انا عايزك خلال الاربع ايام دول تجيب اخرك. وبس لو انت بتجيب اخرك حط خطه واقعيه تعرف تمشي عليها، تعرف تنجز بيها. ان شاء الله لو درس الصبح ودرس بالليل فانت كده في 4 ايام هتبقى خلصت 8 دروس، وده برضه قليل. بس على الاقل خطه واقعيه، مش بتحط حاجه زياده عن اللزوم. مثلا هتوزع 3 محاضرات او 3 دروس في اليوم، خطه برضه واقعيه. ما تجيش تقول ان انا مثلا هخلص يوم بابين فيزياء باب كيمياء، مش واقعي طبعا. فعشان تبقى واقعي لازم تعمل خطه واقعيه تعرف تمشي عليها خلال الاربع ايام. يبقوا الثلاث ايام التانيين عايزك برضه تعمل ان انت ناسي ان انت في ثانويه عامه. انسى ثانويه عامه، اخرج اتفسح عيش حياتك، ما تعملش حاجه خالص ليها علاقه بثانويه عامه. طب هو انا ممكن بس اخد الثلاث ايام الاجازه دول الاول وبعد كده اذاكر؟ لا خالص. ليه بقى؟ عشان الاربع ايام دول اللي انت بتعايزهم تخليهم في الاخر. طول ما انت اخد الاجازه ووراك حاجات ومراكم حاجات كتير هتبقى حاسس ان انت مش عارف تاخد اجازه، هتحس ان انت قاعد مش عارف تاخد اجازه ولا عارف تذاكر. فحاول الاربع ايام دول، خصوصا ان انت مش هتنزل ولا تطلع تروح دروس، لم كل اللي فايتك على قد ما تقدر وبخطه واقعيه زي ما قلت لك. 3 ايام التانيين انسى فيهم بقى ان انت في ثانويه عامه، خدهم اجازه براحتك واعمل فيهم اللي انت عايزه. ولما نرجع ان شاء الله من الاجازه هعمل لك فيديو ان شاء الله اكلمك ازاي تلم كل اللي فايتك. وفي مثل صغير كده عايز اقوله لك في الاخر، بما ان بدأنا الحلقه بمثل ننهيها بمثل. خليك عارف ان انت تليفونك على قد ما بتشحنه على قد ما بتقدر تستخدمه. يعني انت بتشحن التليفون 50%، ما بتستخدموش 60 ولا 70%، بتستخدمه ال 50%. على قد ما بتقدر تشحن تليفونك بتستخدمه. ايوه بس ده ايه علاقته باللي انا بقوله لك؟ ده علاقته ان انت على قد ما هتقدر تدي نفسك الفرصه ان انت تاخد اجازه اوت اوف مود وتتفسح وتتبسط وتعيش حياتك، على قد ما تقدر لما ترجع من الاجازه يبقى عندك قدره على الانتاجيه فظيعه والتزام رهيب، وترجع تكمل باقي مشوارك او باقي طريقك من غير ما تعطل في النص، وتتحول من اجازه ايجابيه لانتكاسه سلبيه، وتضيع منك حلم ثانويه عامه. وبس كده. السلام عليكم.